يا هلا والله. طريقة الدجاج بصوص المشروم الكريمي ممتازة للطلاب والموظفين ولأي أحد طفش من أكل صدور الدجاج بالطريقة التقليدية. فخلونا أول شي نبدأ بالرز، وعندي هنا رز مغسول ومنقوع، بحط عليه ملح وأي مطيبات تحبون. أنا حطيت عليه يانسون وقرفة وورق غار، بالإضافة إلى بابريكا مدخنة وفلفل كشميري حار. وبنحرك كل شيء زين وبننقل طباخة الرز وبنشغل عليه وبننساه. طيب الحين تعالوا نجهز المشروم، وعندي هنا 100 جرام. بنحاول نقطعها القطعة كبيرة لأنها بتتقلص مع الطبخ، ولو تبون تختصرون وقت زيادة ففي بعد أنواع من المشروم تباع جاهزة ومقطعة من السوبر ماركت. بننقلها في حافظ على جنب مؤقتا. وتعالوا نتكلم عن الدجاج. عندي هنا صدور مقطعة مكعبات وممكن بعد تستبدلونها بالأفخاذ. بنبدأ نبهرها وبنحط عليها رشة كبيرة ملح وفلفل أسود وبودرة ثوم وبودرة بصل وأوريغانو وشوي زيت زيتون، وبنمكس كل شيء زين باليد لحد ما تمتزج كل التوابل بالدجاج. طيب تعالوا نطبخ. والمقلة اللي بستعمله واحد من مواعين المفضلة، وهو ذا المقلة ستينلس ستيل من أوركلاد، وأكيد شفتوه في أكثر من وصفة في حسابي. حجمه كبير وينفع لتجهيز الوجبات، والزوايا حقته مستوية ومرتفعة، فهو مناسب للصوصات ويوزع الحرارة على سطحه بشكل ممتاز، وبيغنيكم عن شراء أكثر من قطعة للمطبخ. بحط لكم الرابط حقه تحت في الوصف للي حاب يطلبه. فعلى حرارة أعلى من المتوسطة بننزل الدجاج وبنبدأ نطبخه ونقلبه بشكل مستمر لحد ما يتغير لونه. احنا ما نبغى نطبخه استواء كامل وننشفه، إنه بنطبخه بس لحد ما يتغير لونه ويتشوح شوي، وبننقل على جنب مؤقتا، لأننا بعدين بنرجع ننزل على الصوص ونخليه يكمل طبخ. بعد ما ننقل الدجاج برا على نفس المقلة بنقلل الحرارة لأقل من النص، وبننزل المشروم وبنبدأ نقلبه ونشوحه. وبعد التقليب كم دقيقة بيتغير لونه وبيبدأ يلين شوي، ومن ثم بننزل الثوم المهروس وبنقلبه معه. وبعد كذا بنخش بمرق الدجاج وبنصبه فوق المشروم والثوم، وبنبدأ نحركهم سوا لحد ما يغلي المرق. ذا الخطوة بتاخذ من 2 إلى 3 دقائق. بعد كذا بننزل كريمة الطبخ اللايت وبنحركها مع المرق والمشروم والثوم لحد ما يتغير لون الصوص كامل، وبنحط فوقه شوي فلفل أسود بالإضافة إلى جبنة بارميزان لأن ما حد يقدر يقول لها لا. بعد كذا بنرجع ننزل الدجاج فوق الصوص وبنقلبهم سوا زين، والصوص في هالمرحلة بيكون خفيف، لذلك احنا بنكمل طبخ على حرارة متوسطة لحد ما يتبخر جزء من الموية اللي فيه ويثقل. بنرجع نشيك على الرز، وإضافة اختيارية خضروات مجمدة مباشرة من الفريزر بنقلبها مع الرز، وحرارة الرز أصلا والبخار اللي بيطلع منه بتكون كفيلة أنها تذوبها. وبعد تحريك صوص الدجاج بالمشروم ل5 دقائق زيادة ثقل الصوص وصار جاهز. طيب كيف توزعون الحصص والكميات؟ وفي أكثر من طريقة. ممكن توزنون كمية الدجاج كاملة وتقسمونها على عدد الأطباق اللي حابين تاكلونها. مثلا خلطة الدجاج بصوص المشروم طلع وزنها 1200 جرام، وأنا أبغى أسوي 5 حصص، راح أقسم 1200 على 5 وبيطلع لي 240 جرام من خلطة الدجاج في كل صحن. وفي بعد طريقة ثانية أسهل وأبسط، وهي إنكم تحددون عدد ملاعق معينة لكل صحن. مثلا كل صحن ياخذ مغرفتين رز ومغرفتين دجاج، وهالطريقة بعد بتعطيكم كميات متقاربة لكل حصة. وأنا بصراحة أستعمل الطريقة الأبسط، وهي إني أوزعها بالنظر بدون ما أوزنها، لأني أشوف الصورة الكبيرة للوجبات، وما دامني بستهلك كل كمية الدجاج وكل كمية الرز، ففي النهاية ما يفرق أن في صحن يكون فيه شوي دجاج أو رز أكثر من الثاني. هالشيء أريح البالي، ولا فيه لخبطة وقروشة، ولا راح يأثر على النتائج على المدى البعيد. وهالطريقة مو غلط، وبرضو أنكم تحسبون الكميات بدقة مو غلط بعد. أنتوا شوفوا اللي يناسبكم وطبقوا. وبالنسبة للحفظ والتخزين فتقدرون تحطونها في الثلاجة وتستهلكونها خلال 4 أيام، أو تحطونها في الفريزر وتستهلكونها خلال 3 شهور. وطعم ذا الوصفة ما أمل منه حرفيا، وأرجع أسويها أكثر من مرة. بالإضافة إلى أن الأشخاص اللي ما يحبون المشروم متأكد أن ذا الوصفة راح تنال إعجابهم. وبالنسبة للسعرات فسعرات الصحن الواحد التقريبية هي 553 سعرة، والبروتين 44 جرام، والكربوهيدرات 50 جرام، وأما الدهون 20 جرام. والكمية اللي سويتها تكفي 5 حصص. أتمنى أن وصفتنا اليوم أعجبتكم، ولو حابين تدعموني وتدعمون المحتوى اللي أقدمه فعطوا الفيديو لايك وشيكوا على كتاب الوصفات حقي، بحط لكم الرابط تحت في الوصف. ولو حابين تاكلون ستيك مشوي مع فرايز فشيكوا على هذا المقطع.